ولا عيد هيعدي ولا مناسبة هتعدي من غير ما يسيبك هادي. تجربتي أنا بقى الشخصية في رمضان مع الناس التوكسيك، وأعتقد التجربة دي هتمس ناس كتير، خصوصا لو حد قريب منك قوي ولازم تتعامل معاه بشكل يومي هو توكسيك. وللأسف الخبرة دي أنا أخدتها بعد ما شهر رمضان تقريبا راح. الشخص التوكسيك ده مش هيسيبك في حالك، كل حاجة هتروح عليك. أنا أخدت بالي فعلا من الحكاية دي، بس كان رمضان خلص وعدى وزعلت وقتها إن أنا انشغلت في المشاكل وبعدت عن الحاجة الأساسية، رمضان وليالي رمضان المهمة اللي المفروض أكون مركز فيها إن أنا أصلي وأدعي. أنا أفتكر كويس جدا إنه حصلت مشكلة مع الشخص ده في ليلة من الليالي الوترية كمان في رمضان، وأثرت عليا بقى الباقي رمضان والعيد كمان. مع عشرتك ليها تعرف إنه مفيش رمضان هيعدي ولا عيد هيعدي ولا مناسبة هتعدي من غير ما يسيبك هادي، لأن دي حاجة بتشكل خطر كبير جدا بالنسبة له. أنت بكل بساطة لما بتبقى هادي وفي سكون وفي هدوء أنت بعيد عنه، فهو فقد إن هو يكون محور الاهتمام، فهيفتعل معاك المشاكل لأتفه الأسباب، وهيكلفك بعد كده جدل ومشكلة أكبر واعتذار، لأنه عادة الناس التوكسيك دي ما بتعتذرش لأن هو مش شايف نفسه أصلا غلطان، ودايما بيطلعك أنت الغلطان والمحقول في الآخر. لو أنت مريت بتجارب زي دي قول لي أنت بتعمل فيها إيه وبتتصرف فيها إزاي، ويا ريت ما تضيعش عليك وقت في رمضان، وأشوفك على خير.